السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين إيه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وهنعمل معاكم احلى عيش جايزة. انا بتحدى بيه حد قبل كده عمله على اليوتيوب بالجمال والهشاشة، شايفينه قطن ازاي وطري ازاي واللقمة بيضة وفاتحة ازاي. تعالوا بقى نقول لكم ايه السر اللي خلاه كده لونه ابيض وهاشش وجميل يا جماعة، والطراوة فيه. المحسن الطبيعي، المحسن الطبيعي ده يا جماعة احنا بنعمله في البيت افضل ما نجيبه من بره. من بره يا جماعة المحسن مضر، مش تجيبه خالص. ليه؟ احنا بنعمل محسن طبيعي، واول مرة وحصر حد يعمل محسن طبيعي جميل جدا. تعالى اقول لك المقادير. عباره عن معلقه كبيره من الخل وكيس بيكنج باودر اللي هو 16 جرام، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقتين صغيرين من الدقيق. طبعا حطيناهم كلهم مع بعض، وفي الاخر حطينا الكيس البيكنج باودر. البيكنج باودر لما حطيناه مع المكونات والخل تفاعل معاه يا جماعه، وبنقلبه حلو لغايه ما نحس ان الخليط بتاعنا تجانس وبقى ناعم وحلو زي ما حضرتك شايفه كده. وبعد كده اهو بنقلبه المعلقه حلو، وبعد كده بنركنه عقبال ما نجهز في بقيه المقادير بتاعتنا. واهم حاجه في مقاديرنا طبعا هنركنه دلوقتي يا جماعه، وقلبناه حلو وداب. هنركنه دلوقتي وهنجيب المقادير بتاعتنا. عباره عن اهم حاجه بقى ايه؟ الدقيق بتاعنا يكون دقيق قوي، يكون فيه عرق، يعني يكون فيه ماده الجلوتين بتاعتنا عاليه. تعالوا نقول لكم المقادير. عباره عن نص كيلو دقيق اللي هو بتاع البيتزا فيه عرق، معانا معلقتين كبار من السكر، معانا 50 جرام زبده طريه، معانا 25 جرام لبن بودره معلقتين كبار، معانا 5 جرام ملح، معانا 200 جرام ميه من الحنفيه يا جماعه، ونأكد عليها من الحنفيه مش ميه سخنه عشان احنا لسه ايه في الصيف. ومعانا بيضايه، ومعانا خميرة بيرة في حدود 40 جرام خميرة بيرة. مفيش خميرة بيرة حضرتك بتستخدمي 25 جرام خميرة فورية ما يعادلوا معلقتين كبار. طبعا حطينا كل المكونات مع بعض، جبنا المية مش حطيناها كلها المية عشان لو محتاجة هنحطه. حطينا الخميرة وحطينا الزبدة ولبن البودرة والملح والبضاية والسكر والملح، وحطينا كل دوت. وادي البضاية هكسرها اهي. كل الخليط ده كده هيتجانس كده مع بعضه يا جماعة ونقلبه اهوت. طب ايه فايدة الزبدة؟ فايدة الزبدة بتدي طراوة للعجينة. ايه فايدة البضاية؟ البضاية بترفع معانا العجين هو في الفرن اللقمة. واللبن البودرة بيديها بيخلي برضو ده بيبقى فيه محسن وبيديله لون ايه وهو في الفرن. طبعا حطينا الدقيق اللي هو فيه عرق مادة الجلوتين بتاعتنا. اهم حاجة نوع الدقيق كويس، متستخدميش الدقيق اللي هو جميع الاغراض. وبعد كده حطينا المحسن بتاعنا الطبيعي وشغلنا المكنة. طبعا حضرتك ما عندكيش المكنة، بتجيبي طبق او بولة وتعجيني كل دوت فيه وتعملي نفس اللي انا بعمله. وايه، ولو تدوبي كل الخليط السائل وبعد كده تنزلي بالدقيق. لو انت ايه ما عندكيش العجين بتعملي في طبق، تعملي نفس خطواتي. طبعا انا شفت العجينه محتاجه ميه، حطيت لها الميه. ال 200 جرام خدتهم ميه كلها. يعمل 200 جرام خدتهم يعني مش شويه، لا ما احنا عندنا بضايه يا جماعه وعندنا الزبده، دي مواد برضو ايه سايله. اديتها ايه، ادت معانا العجينه طراوه. طبعا ايه عجنتها لقيتها ايه، خدت منها حته عجينه كده بشوفها لقيتها لسه ايه الشبكه الجلوتينيه. العجينه بتاعتنا بتتقطع لسه ما تكونتش الشبكه الجلوتينيه معانا. فرحت عجنها تاني في حدود ال10 دقايق. فرحت مطلعه حته مكوراه وفردتها، لقيت ايه عندي العجينه اللي هي الشبكه الجلوتينيه لحته العجينه. لقيت العجينه ما بتتقطعش، يبقى معنى كده انها اتعجنت حلو. شوف اتعجنت جميله ازاي، والملمس بتاعها ناعم وحلو وابيض. ده عجينه ما شاء الله عليه ولونها فاتح وحلو. اهم حاجه بنعجنها كويس يا جماعه. اهم حاجه في عجينه العيش انها بتتعجن كويس. شايفه انا بقول لك، شايفه اللقمه والعجينه جميله ازاي، طريق بيضه ازاي وفاتحه، والعجينه بتاعتها ناعمه ازاي. اهم حاجه بتتعجن كويس عشان الشبكه الجلوتينيه يا جماعه تتفاعل معاها وتدينا ايه مطاطيه في اللقمه. طبعا ايه رحنا بقى ايه لفيناها كده وسبناها في حدود ال10 دقايق متغطيه بكيس او فوطه تستريح ما تتخمرش. وبعد كده جبناها وقطعناها. هنقطع اللقمه بتاعتنا في حدود ال50 جرام. بتوع الافران بيقطعوها 50 جرام، حضرتك عايزه تقطعيها اخرك 100، عايزه تقطعيها 30 40 60، اي حاجه حضرتك عايزاها، دي حسب رغبتك. اهم حاجه اخرك 100 في العجين. طبعا انا قطعتها 50 جرام. عملوا معايا كام رغيف؟ عملوا معايا 19 رغيف. شايفه بقول لك اهم حاجه انك بتلفي ايه اللومه بتاعتك كده، بتضغطي عليها كويس كده على الرخامه عشان تطلعي منها الهواء، وتقفلي ايه اللحام من تحت من العجينه عشان ما تفتحش معاك اثناء الخم، واللومه ساعتها هتبوظ منك. اهم حاجه اللحام من تحت يتقفل حلو، واهم حاجه انك تضغطي عليها تطلعي الهواء منها. تمام، عشان لو الهواء ما طلعش بعد كده هتيجي ترصها في الصاجه تلاقي إيه اللومه هبطت معاكي وما بقتش حلوه. طبعا انا بعملها لك على الرخام عشان البنات اللي لسه مبتدئه مش عارفين يعملوها، اما انا اذا كان عليا بعملها عادي. وهلفها لك دلوقتي برضو على ايدي. اهم حاجه برضو باكد انك انت بتلف الكوره لفه حلوه. اهم حاجه برضو بتطلعي الهواء منها وتلف الكوره لفه حلوه عشان اللحام بتاعك، اللحام اللي هو تحت ده ايه ما يفكش معاك اثناء الخمر. يعني واثناء الخمر بيزيد بتضاعف يعني اكتر 4 اضعاف. تمام، فممكن يفتح معاك. فانت بتقفليه كويس كده وتتاكدي من قفلته. تمام، تلفيه كده زي السر، وبعد كده بترصيه في الصاج.
وبعد كده بتروحي بقى ايه دهناه، عايزه تبخيه بالميه، تدهنيه بصفار بيضه، حاجه ترجع لك. انا ما بدهنش حاجه يا جماعه. وبعد كده ممكن ترشيه سمسم او حبه البركه. انا مش بدهن حاجه، ليه؟ ان انا مغذيه العجينه كويس عندي. هما بتوع الافران بيحطوا زبده وبيحطوا بيضه وبيحطوا كده. بتوع الافران ممكن بيحطوا البيضه، لكن يا جماعه ما بيحطوش لبن بودره والحاجات دي. ليه؟ ان هما عندهم الدقيق بتاعهم. طبعا انا جيت اغطيها عشان تخمر، افتكرت ان انا قلت ما اديها رشه سمسم، لكن دهنتيها، ما دهنتهاش حاجه تاني. وباكد ما دهنتش العجينه اي حاجه يا جماعه. عجينتي متغذيه وحاطه فيها كل حاجه، حاطه فيها بيضه وحاطه فيها لبن بودره. حد يقول لي متغذيه؟ يعني متغذيه، مغذياها لبن بودره وبيضه وزبده، فهتطلع معايا احلى لقمه. امشي بس على التكات انا بقول لك عليها والمقادير اللي انا بقول لك عليها بالظبط، هتاكلي احلى لقمه. طبعا سبتها تتخمر كده، وطبعا مش دهنتها تاني ورشتها سمسم. سبتها تتخمر في حدود ساعه، ساعه الا ربع، حسب ايه المطبخ، درجه حراره المطبخ اللي عندك. وطبعا شغلت الفرن تاني، باكد شغلت الفرن تاني قبلها ب20 دقيقه. فرن البوتاجاز شغلته قبلها ب20 دقيقه لدرجه حراره عاليه. ولما جيت ادخله دخلتها في الرف الاوسط وهديت الفرن ل 180 درجه، 180 درجه. واخر دقيقتين شغلت لها الشوايه على الشوايه على النار ايه الهاديه. تمام يا جماعه. اما الفرن الغاز ده حاجه تانية. انت ايه بتعمليه انت ايه؟ انت بقى فاهماله. الفرن الغاز بتهديه وبتظبطيه، اما ده فرن البوتاجاز. تمام، لازم تشغليه قبلها. شايفه اللقمه بتاعتي فاتحه ازاي من غير والله دهان ولا اي حاجه. اللقمه جميله وهشه وجميله. ما تنسيش لو انت بتتفرجي عليا تشتركي في القناه وتعملي لايك وشير وتعملي كومنت، ولو اشتركت برضو تعملي لايك. شايفه اللومه بتاعت من تحت لونها جميل ازاي وحلوه، بضغط لك عليها لسه سخنه. شايفه اللومه ازاي جميله؟ كل ده عشان انا ايه مدياها ايه زبده ولبن بودره. هما في المحلات ما بيحطوش زبده ولبن بودره يا جماعه، عشان عندهم الدقيق بتاعهم قوي وشبكه الجلوتين بتاعتهم عاليه، فبتديهم اللقمه بتاعتهم كده لونها كويس. وكمان عندهم الفرن بتاعهم، فاحنا بنساعد الفرن بتاعنا، بنديله حاجات اللي هي الزبده والبيضه انها بتديله ايه اللون. طبعا شايفه اللومه بتاعتي هشه قطنيه ازاي، بضغط لك عليها اسفنجيه ما شاء الله عليها. شايفه يا جماعه؟ فهم بقى عندهم الدقيق بتاعهم يبقى هم فيه عرق. شايفه بضغط لك عليها وفتحتها لك ازاي. ده بقى ممكن ايه يبرد وتكيسيه في الفريزر وتطلعيه ساعه ما تيجي ايه تعملي للاولاد قبلها ب5 دقايق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.